تعالى اقول لك ازاي تعمل قائمة مهام بالشكل دوت، بحيث ان انت كل ما تعمل مهمة او تنتهي من مهمة وتدوس تشيك كده يظهر لك بشكل مختلف ان انت خلصته وشطب عليها كده بالشكل دوت. تعالى اقول لك هنعمله ازاي. لو احنا عندنا الشيت زي ما هو كده واحنا عايزين هنعمل هنا بس ادراج للتشيك بوكس من قائمة ديفيلوبر، وهاجي على انسيرت وهاخد التشيك بوكس دوت كده واجي اعلم عليه هنا كده وامسح ده كده واخده كنترول كوبي واعمل بيست كده، او اخده سيلكت كله. وهاجي هنا عايز اربط الخلية ديت بالخلية اللي هي فيها، هدوس عليها كده واعمل فورمات كنترول واقول له السيل لينك بتاعتي اللي هي الخلية ديت واعمل اوكي. وهعمل دي برضو نفس الموضوع، ما ينفعش اخدها سيلكت، لازم اعملها كل واحدة لوحديها. هعمل كده اوكي. يساوي دي يساوي، بحيث ان انا لما اجي اعمل هنا كده يظهر لي ترو، بحيث ان انا هربط ترو دي بالعمود اللي فيه ما تم انجازه، بحيث انه لما يشوف ترو يقول لي تم او انتهى من المهمة دي بالشكل ده كده. فهنا هاجي هختار او هعمل معادلة اف بيساوي اف وافتح قوس واقول له لو الخلية دي بتساوي ترو يديني بين كوتيشن كده تم. طب لو ما كانش، خليها انجليش، لو ما كانش اداني فارغة، واقفل القوس بتاعي واعمل انتر واروح جاي عامل ايه بالشكل ده كده، ظهر لي تم بالشكل دوت. الاول انا هشيل كونديشن فورمات اللي انا كنت عاملها، نيو رول مانج رول كده ديليت رول اوكي تمام. بالشكل ده لما اعمل ترو يظهر لي تم، اشيلها يظهر لي بالشكل ده. طيب تاني خطوة كده فاضل لنا الخطوة اللي هي ازاي اظهر الشكل بشكل مختلف كده. هاجي اعلم على الجدول ده كده واروح رايح على قائمة هوم وادخل على كونديشن فورمات واختار نيو رول واختار اخر واحدة وهقول بيساوي الخلية دي، بس هثبت العمود بس مش هثبت ايه الصف. هشيل علامة الدولار دي بيساوي وافتح كوتيشن طالما هكتب نص وهكتب تم واقفل الكوتيشن تاني. تعمل لي ايه يا عم؟ هتخش على الفورمات على الفونت هتخلي لي دي تظهر لي بشكل ان هو مشطوب عليه، وهيبقى شكلها او لونها خفيف شوية بالشكل ده، تظهر لي بالشكل ده وادوس اوكي. اوكي بالظبط كده. لو جيت هنا عملت كده ظهرت لي، لو جيت عملت هنا كده يظهر لي بالشكل ان انت خلصت المهمة ديت بالشكل ده كده. طيب انت دلوقتي مش محتاج بقى ترو تبان او يعني كلمة ترو او فولس، فاحنا ممكن نعمل كده. وبرضو ممكن نخلي دي 3D بحيث ان يبقى شكلها كده. نعلم عليها كده وفورمات كنترول ونعلم عليها 3D. لو جيت شلت كده كده يرجع تاني، تعمل التشيك بوكس يظهر لك بالشكل ده. ده كان موضوع حلقتنا النهارده.
لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تعمل فولو. السلام عليكم.